أصعب حاجة هو أنك تبقى عايش حياتك ولكن تحس واحد جزء منك تدفن معاه. أنا اليوم بغيت نعترف بواحد الحاجة، أنني ما تجاوزتش، غير كنحاول نقنع راسي بأنني تجاوزت. حيت السنين هذه وأنا كنقول الحمد لله تقبلت، وصلت لمرحلة القبول أو التقبل، وليت بخير، ولكن في واحد اللحظة كيضيع عليا كلشي. فهمت بلي أنا مازال ما تشافيتش، غير تعلمت كيفاش نمثل أنني بخير. فاش كنبدا نشكل شي واحد قريب ليا كيبدا يقول لي مالك، شنو خاصك، شنو ناقصك، كلشي عندك، كلشي متوفر لك. ما كيعرفوش بلي كاين واحد الوجع، واحد الألم ما كيبانش، وجع ديال واحد الشخص اللي مازال كتفكر الضحكة ديالو، الريحة ديالو، الصوت ديالو، هضرته. في الحقيقة يمكن أنا ما توحشتش ماما، أنا توحشت التفاصيل ديالها كلها، ويمكن هاد الشي اللي عقلي مازال ما بغاش يتقبله. ما كيتقبلش كيفاش إنسانة كانت كتضحك وكتهضر معاك وكتشكي ليها وكتعاود ليها، وديك التفاصيل كاملة اللي كانت بيناتكم أنها ما بقات صافي. عقلي ما كيتقبلش كيفاش أن هاد الإنسان بهاد التفاصيل صافي رجع للعدم أو ولا تحت التراب. يمكن لهذا السبب أنا ما وليتش بحال الناس اللي دايرين بيا اللي توفاو ليهم الأمهات ديالهم أو الأشخاص اللي هما كانوا كيمثلوا لي مكلشي في الحياة. حيت كاع الناس ملي كنشوفهم ولا كنبدا كنهضر معاهم من بعد الفقدان، يعني كيقربوا من بعضياتهم، بحال مثلا الخوت، بحال مثلا على حسب نوع القرابة يعني. أنا وقع ليا العكس تمامًا. أنا باش توفات ماما بعدت على الناس كاملين، كان كيجيني واحد الإحساس أنني ما كرهتش ندير بلوك للناس كاملين، خوتي، أي شخص كيفكرني أن هذاك الشخص أن ماما ما بقاتش كاينة. صافي ولا عندي واحد الإحساس أنني بغيت نبعد، بغيت نبلوكي كلشي، وفعلًا بعدت على الناس كاملين. حيت باختصار أي حاجة كتفكرني فيها كتحسسني بالذنب، تنقول كيفاش أنا جالسة كنهضر وعايشة حياتي وهما عايشين حياتهم وهي ما هي صافي ما بقاتش. حيت دائما هذاك المجهول هو اللي كيدير الألم. أنني دائما كنطلب من الله، كنقول يا رب اعطينا غير علامة وحدة، غير علامة وحدة في حلم، في حقيقة، باش ما بغات تجيني، غير نعرف أنها في شي مكان اللي هي مرتاحة فيه، بحال المكان اللي هو فيه سلام ليها. واخا أنا عارفة طبعًا، أنا عارفة بزاف الناس غيقولوا لي هي عند صدر ربي اللي أحن مني وأحن منك. أنا شخص مؤمن، ولكن أنا ما غاديش يفهمني غير الناس اللي هما دازوا من هاد التجربة ديالي. حيت أصعب حاجة هو أنك تبقى عايش وتحس أن جزء منك تدفن معاه.